قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية عين سبع في الدار البيضاء بالحبس النافذ لكل من اليوتيوبر رضا البوزيدي المعروف عبر منصات التواصل الاجتماعي بلقب ولد شينوية واليوتيوبر بنت عباس. وأدانت المحكمة ليلة الاثنين المتهم ولد شينوية بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما أصدرت حكما بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق المتهمة بنت عباس. في المقابل حكمت الغرفة نفسها بالبراءة على أقارب المتهمين الذين كانوا متابعين في الملف نفسه. وعقب صدور الأحكام شهدت قاعة المحكمة حالة من الصراخ والعويل من قبل عائلات المتهمين الحاضرين احتجاجا على الأحكام الصادرة، على الرغم من اعتذار المتهمين عن الأفعال المنسوبة إليهم. يذكر أن المتهم كان قد جرى تقديمه أمام النيابة العامة في حالة سراح إلى جانب والدته وأشقائه وامرأة أخرى بتهم تتعلق بالسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات باستخدام الأنظمة المعلوماتية بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية. وقد أمرت النيابة العامة باعتقال يوتيوبر المغربي المثير للجدل وامرأة أخرى تعرف عبر منصة تيك توك بلقب بنت عباس.